لمصلحة فريق نادي دهوك. عرضية عالية باتجاه المرمى في منطقة الجزاء، الكرة تعود مرة أخرى، وهنا بالتالي دفاعات نادي القادسية هنا في الجانب الأيمن. سقوط كان على أرضية الملعب في هذه اللقطة. طبعا القادسية تاريخيا بعد 2000 وال2005 هذه محاولة الآن تعود إلى يانيك زكري اللي يلعب في الجانب الأيسر الآن. بيتر كوركيس أمام المرمى، تسديده الله خطيرة جدا. وهنا كانت المحاولة الماضية، لكن شوف التسديدة اللي يتصدى لها خالد الرشيدي. كانت ماهر دهوك الآن التفاعل الذي يأتي على اللقطة والمحاولة الماضية، لكنها أيضا بالتالي تتحول لمصلحة فريق نادي القادسية في اللقطة والمحاولة الماضية. الكرة بترجع خالد محمد إبراهيم، لقطة وانطلاقة الآن للقادسية خطيرة. الله، القادسية يسجل. القادسية أمام أكثر من 22,000 متفرج لفريق دهوك، لكن الهدف يلغى. لمسة كانت رائعة، لكن الراية الثانية يقول حكم المباراة نعم انه يقول بان اللقطة الماضية كان فيها تسلل. شوف اللقطة وشوف التمريرة، هذه لقطة الخط، لقطة التسلل. نص ساعة تمر ايها الاحبة في كل مكان لفريق دهوك. فريق القادسية الان يتراجع. هذه كرة لدهوك في الجانب الايمن من ارضية الملعب، عرضية، الكرة خطيرة بتمر ولا زالت الى بيتر كوركيس. هنا محاولة، الله، التسديدة تأتي والتصدي بعد ذلك من الدفاعات. شوف هذه لقطة التسديد التي أتت، لكنه يضيعها بهذا الشكل. شوف الخطأ اللي كان، ولكن كان يا مكان يانيك زكري يضع الكرة بهذا الشكل الغريب ويضيع أخطر فرصة لدهوك. انفراد صريح بالمرمى، لكن الكرة تمر بعد خطأ المهدي بالرحمة. هكذا الآن الجماهير. الآن لدينا كرة قادمة، بيتر كوركيس لعبها أرضية ودهوك يسجل. دهوك يتقدم، لقد كسروا التعادل السلبي وسجلوا الآن أول الأهداف. لعبها بشكل أرضي، وبالتالي من الذي سجلها؟ إنه سيابند عقيد دهوك هو اللي سجل، هو اللي وضع الكرة في المرمى، هو الذي أسعد نيزوت ميرال. ويا له من هدف، يا لها من فرحة، يا لها من احتفالية، يا لها من لقطة، يا لها من صرخة. هذا عن القادسية الآن خلال الدقائق القادمة. الكرة ملعوبة، بتتخلص يانيك زكري. هنا الدوسري أيضا يبعدها راشد، وبعد ذلك إلى المهدي بالرحمة، طويلة للأمام لمصلحة القادسية. هنا كرة وانطلاقة، هذه عن طريق إسماعيل خافي. حارس المرمى يخسرها الآن، خطيرة. الله، القادسية يعود، يسجل هدف التعادل. لم تنتهي يا قدساوي، لم تنتهي. هؤلاء لا يستسلمون، هؤلاء لا يرمون المنديل، هؤلاء ما زالوا هنا في أرضية الملعب. أنا أسجل، إذا أنا موجود، أنا القدساوي، إذا أنا موجود. 1-1. شوف الكل ليعدل النتيجة، ليسجل بالتالي هدف التعادل هنا لمصلحة فريق نادي القادسية. أصبحت 1-1 الآن. يا لسيناريو النهائي، يا لسيناريو المباراة النهائية وما يحدث في المباراة النهائية. التأكد الآن ماذا خطيرة جدا باتجاه المرمى القدساوي، لكن
خالد الرشيدي يتصدى، ويا له من تصدي، يا له من تصدي يا خالد. الكرة بهذا الشكل. شوف هنا كان التصدي في لقطة من اللقطات، حارس العربي وكذلك السالمية، لمسة، الحكم يشير إلى استمرارية اللعب، والكرة هنا عالية وللأمام باتجاه إسماعيل خافي. إسماعيل يحاول، ولكن أيضا دفاعات إدهوك العراقي. هنا لدينا الآن مارلون، أو هذا لوكاس إنريكا، لوكاس، هارون أحمد زبير الآن، يانيك سكري، الكرة معاه بيحولها في الطرف الأيسر، لمسة، بيتر كوركيس، قد تكون العرضية، نعم، الرأسية، الله، إدهوك يسجل في الوقت بدل الضايع. إدهوك يسجل بكرة رأسية ويقترب من لقب الخليج، يقترب من لقب الخليج. يا له من هدف ويا لها من كرة. لقد أخبرتكم بأن من سيسجل في هذا التوقيت سيقترب، التي تتحرك، ثم المدرج الذي يهتز، ثم الشباك التي تعلن عن هدف ثاني لدهوك. 2-1 2-1. الله على عرضية كوركيس، وعلى راسية من مارلون دوس سانتوس، يضع الكرة براسه في المرمى. هو مارلون ولا بيير أبو بكر؟ الكرة في المرمى، في المرمى. فرحة المدرب ميزوت، يا للفرح. أهلا وسهلا بكل متابعينا، معكم تغطية مباراة دهوك ضد القادسية فالجولة النهائي من دوري أبطال الخليج. في البداية ياريت تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة علشان تدعمونا، وكمان قولوا لنا توقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليقات. تفاصيل المباراة: التاريخ: الثلاثاء 15 من أبريل عام 2025. الأوقات: الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، الساعة 6 مساء بتوقيت مصر والسودان، الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والعراق ودول الخليج. النهائي المنتظر في دوري أبطال الخليج: دهوك العراقي يصطدم بالقادسية الكويتي في مواجهة قوية لا تقبل القسمة على اثنين. تاريخ، طموح، شغف، وكل فريق داخل الملعب عينه على الكأس. هل يتوج دهوك باللقب لأول مرة؟ ولا القادسية يضيف بطولة جديدة لخزائنه؟ الكل مستني لحظة الحسم، وكل التفاصيل عندنا في الفيديو. مباراة الذهاب القادسية 0-0 دهوك، وستقام المباراة على ملعب استاد دهوك، وسيذاع على قناة دبي الرياضية الواحدة مع تعليق عبد الله السعدي، وعلى قناة الكويت الرياضية مع تعليق بدر شداد، وعلى قناة أبو ظبي الرياضية الواحدة مع تعليق محمد الشامسي، وعلى قناة الكأس 1 مع تعليق سمير اليعقوبي. المواجهات سابقة تعادل مرة واحدة. شاركونا آراءكم عن المباراة بعد نهايتها، وما تنسوش دعمكم بهمنا.